تصريحات نارية من نيمار عن ميسي وعن امبابي وعن السعودية. روماريو سأل نيمار أسئلة ونيمار فجرها بالإجابات. صرح نيمار عن ميسي وقال قبل مغادرته عن نادي برشلونة بأسبوع أتى إلي ميسي وقال لي لماذا تريد أن ترحل عن برشلونة؟ تريد أن تكون أفضل لاعب في العالم؟ سأجعلك الأفضل في العالم. وهذا يعني أن ميسي كان سيضحي بأهداف كثيرة لأجل نيمار. وعلى تضحيات ميسي قال نيمار عندما كان سواريز يتنافس على الحذاء الذهبي مع كريستيانو رونالدو كنا نجعل كل شيء لأجل أن يسجل الأهداف. ولما سأل روماريو نيمار عن كيليان امبابي رد وقال لقد كان لدي شراكة رائعة مع امبابي وكان يأتي إلى منزلي ونتناول العشاء، ولكن حين قدوم ميسي إلى نادي باريس سان جيرمان شعر امبابي بالغيرة. يعني نيمار اتهم امبابي بالغيرة من ميسي. وأيضا روماريو لما سأل نيمار عن أفضل لاعب لعبت معه باستثناء ميسي وسواريز رد وقال أندريس إنيستا وماركو فيراتي، ولم يذكر كيليان امبابي، علما أن نيمار كان يكون ثنائية رائعة مع كيليان امبابي. وروماريو لما سأل نيمار عن العيش في السعودية رد وقال أنا مستمتع جدا بالعيش في السعودية والجميع يعاملوني بشكل رائع ومتفاجئ إيجابيا بما وجدته في السعودية. وهذه كانت أبرز تصريحات الساحر البرازيلي نيمار.